يوم 21 يوليو 1977 بتدخل مصر ليبيا في غزو سريع، الغزو اللي سماه السادات بعملية تأديب القذافي، واللي بينتهي بانتصار مصري سريع بعد ما احتل الجيش المصري مدن ومناطق في ليبيا. طب ايه الحكاية وليه السادات عمل كده؟ وعمل كده امتى؟ سنة 77، يعني بعد الحرب بكام سنة، وفي عز ما كان الجيش المصري محتاج لكل عسكري عشان حرب 73، واللي كانت مفاوضاتها لسه شغالة وجايز يقوم حرب في اي وقت، خصوصا ان المفاوضات فشلت اكتر من مرة، والكلام ده عرفناه بالتفصيل في الفيديو بتاع اتفاقية كامب ديفيد. طب خد الحكاية دي في السريع. حرب 73 يا صديقي، الدول العربية كلها كانت واقفة مع مصر، وكل اللي كان بيقدر يقدم حاجة أو يساعد مصر بيها كان بيعملها، واللي من ضمنهم ليبيا اللي بتيجي في المركز الثالث زي ما قال الفريق سعد الدين الشاذلي في مذكراته بعد العراق والجزائر من حيث المساعدات والوقوف بجانب مصر ومساعدتها في الحرب. طب ما الدنيا ماشيه كويس اهي، امال ايه اللي حصل بقى قلب الدنيا كلها كده؟ وعشان نعرف يا صديقي تفاصيل الحكايه خلينا نجيب القصه من بدايتها عشان نقدر نفهم الخلاف جه منين وازاي. الرئيس القذافي يا صديقي كان موهوم بحاجه اسمها جمال عبد الناصر، تقدر تقول كده كان بيعتبره مثل الاعلى، وكان مؤمن جدا بفكره الوحده العربيه وان الوطن العربي كل واحد زي جمال عبد الناصر بالظبط. لما السادات جه بقى ومسك مكان عبد الناصر، القذافي لقاه مختلف خالص عن عبد الناصر، والحقيقه يعني ان ده ما كانش كلام القذافي لوحده، لا ده كل واحد كان بيحب جمال عبد الناصر ومؤمن بافكاره، وكان شايف ان السادات حاجه وعبد الناصر حاجه تانية خالص، لدرجه ان طلع مظاهرات ضده اكتر من مره، الناس عاوزينه يمشي على نفس نهج عبد الناصر وافكاره ويحارب ويرجع الارض، هم عايزين يشوفوا عبد الناصر قدامهم. فتيجي انت بقى يا سادات تهد كل اللي عبد الناصر كان بيعمله وتقف قدام كل الدول العربيه اللي ساعدتك في الحرب وعايز تروح تعمل مفاوضات سلام معاهم. السادات يقول لهم يا جماعه انا ما اقدرش اكمل في الحرب دي، انا يا دوب عبرت بالعافيه،